نجدد التحية لحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الرئيسية في حلقة النهاردة والفقرة الحوارية. وزي ما شفنا السيكونس بتاع الحلقة كله حديث عن استعدادات شهر رمضان، عن بعض النصائح والتمارين الرياضية اللي ممكن نمارسها في شهر رمضان. فهيكون أكيد لنا تعليق على المعلومة الصحية في حلقتنا النهاردة، وهنستكمل بقى مع حضراتكم السلسلة اللي كنا بدأناها من فترة في ممارسة الرياضة في صالات الجيم والاستخدام الأمثل بعض الأجهزة الموجودة هناك، إزاي ممكن نستخدمها بشكل خاطئ علشان يكون عندنا المعلومة إنه نبقى حذرين في ممارسة الرياضة على هذا الجهاز، ونبقى عارفين إنه الخطأ فيه ممكن يؤدي إلى إيه. هنتكلم النهاردة برضو بشكل تفصيلي أكتر، وهنستكمل السلسلة اللي كنا بدأناها مع حضراتكم من فترة من خلال لقائنا بكابتن هيثم سامي، خبير اللياقة البدنية والتأهيل البدني. كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيب. رمضان قرب، يعني أيام ونستقبله بإذن الله. لكن في معلوماتنا الصحية اللي كنا عرضناها للسادة المشاهدين عن بعض العادات الغذائية في شهر رمضان، وعن ممارسة التمارين الرياضية وتوقيتاتها المناسبة، وإنها تكون أخف بكتير وقت الصيام وقبل الفطار مباشرة، وبعد الفطار بساعتين ممكن بقى نمارس الرياضة اللي احنا متعودين عليها بشكل يومي. عايزة بقى تعليق حضرتك على معلوماتنا الصحية النهارده. طبعا هو فترة الصيام عندنا فترة طويلة، لأن ده فترة الصيف توصل ل 16 17 ساعة في اليوم. مش كل الناس يتناسب معاها ان انا اقول له بعد مثلا فتره صيام تقريبا هتوصل 14 ساعه ممكن تتمرن قبل الفطار، لان ده ممكن يعرضنا لبعض المخاطر، لان بيكون خلاص الجسم في حاله انهاك عالي جدا، نسبه السكر بتاعته تكون انخفضت، فباجي اقول له تعالى العب رياضه في الوقت ده. مش كل الناس تقدر تتناسب معاها الفتره دي. والامراض المزمنه طبعا وضع تاني مختلف طبعا تماما. الامراض المزمنه ليها معظم الامراض المزمنه يمكن ما بتبقاش صايمه، لكن انا بتكلم ان ممكن حد عادي خالص ان هو يمارس في التوقيت الخاطئ ممكن تعمل معاه مشاكل خطيره جدا. اكيد. لان طبعا بيكون الانسان برضه في حاله فقدان للميه بشكل كبير جدا، وبعدين اجي اطلب منه وهو لزوجه الدم عاليه وسكره قليل واقول له تعالى اتمرن، ده تمرين جميل قبل الفطار، ممكن يعرض لبعض المخاطر. طبعا بتتوقف على الشده او حده التدريب اللي انت بتتمرنه، وفي نفس الوقت انت درجتك الرياضيه ايه. اغلب المصريين والشباب تحديدا يا كابتن، ممكن ده احنا بنشوفه في كل الشوارع المصريه قبل الفطار بنص ساعه نلاقي الشباب نزلت تلعب كوره قبل الاذان يعني تلت ساعه نص ساعه، وبيبقى لهم اهداف الحقيقه. يعني اولا يقتلوا الوقت، يعني يعدي الوقت بسرعه منهم، وفي نفس الوقت يكونوا لعبوا رياضه، خلصوا رياضتهم دي اول ما هيدن الاذان هيعوضوا جسمهم بالميه على طول. طبعا مش كل الناس بقى عندها القدره انها تعدي الفتره دي. طبعا اكيد. طبعا هي مش حاجه خطيره قوي، لان طبعا يعني ما احناش عايشين في مناخ مثلا متعرضين فيه لفقدان الميه وشمس على طول ودرجات الحراره العاليه، بالذات ان الوقت ده ما بيبقاش فيه شمس وحاجه بدنيه عاليه. لكن انا بتكلم في العموم، لو حد هيتعرض لمعامل التجفيف او الديهايدريشن عالي لازم يتجنب الرياضه قبل الفطار، لان ده خطر جدا، لان هو خلاص حصل له حاله انهاك. ممكن طبعا شويه شباب ما شاء الله لسه صحتهم ولسه فريش، ده شويه ده تقريبا الشباب المصري كله بيعمل كده، بس برضه بحذر، لان ده ممكن على الاقل ممكن يعمل تقلصات عضليه، ممكن يعمل تمزقات عضليه، لان هو بيبقى نسبه الاملاح المعدنيه المطلوبه للوظيفه دي برضه بيكون فيها خلل، فيها فايوليشن، فبرضه مش صح. ناس كتير بتحب، ويمكن زي ما المعلومه قالت، لانه المعلومه بتقول مش تمارين قاسيه، الحاجات الخفيفه، يعني الناس اللي بتجري مثلا لا ما تجريش، تمشي بالزبط. فالمعلومه يمكن كانت محدده كمان في القصه دي، لانه المشي مش بيحتاج مجهود عضلي كبير. يبقى انت استفدت بقدر من زي ما قلت لحضرتك، شده وحده الرياضه هي مهمه جدا. هي انا ممكن العب رياضه، ولكن العب رياضه بالمتاح الموجود المتوفر عندي من طاقه، لان انا في نهايه اليوم انا الكيرف المنحنى بتاعي في الاخر، فما ينفعش ان انا والكيرف بتاعي في ادنى درجاته ابتدي اديله لود عالي، طبعا ده خطر. طيب ندخل بقى في موضوع حلقتنا النهارده. تمام. استكمالا بقى للسلسله اللي بدأناها مع بعض من فتره. تمام. وممارسه الرياضه على الاجهزه، وكمان بعض التمارين اللي بيتم ممارستها في صالات الجيم. تمام. النهارده التمارين هتكون خاصه بايه؟ عضله الصدر. انا مركز النهارده على عضله الصدر. المره اللي فاتت كنا بنتكلم على عضله الكتف، والنهارده بتكلم على عضله الصدر. بحاول ان شاء الله ان انا القي الضوء على التمرينات اللي هي الامنه، واللي هي طبعا بتجيب نتيجه كويسه جدا لعضله الصدر. حتى جايب هنت صغير كده،
ممكن التمرينات المناسبه لو بنوته عايزه تعمل التمرين وما بيكونش له شده عاليه، وممكن يجي يبقى افكتيف جدا. جميل. طيب قبل ما نبتدي في التمارين على طول، حاجه يمكن في بعض الناس بتتجاهلها وبنحب دايما ان احنا نلقي الضوء عليها، فتره الاحماء قبل التمارين. تمام. دايما عندنا فترتين، فتره الاحماء والتهدئه. فتره التهدئه دي مهمه جدا زي ما فتره الاحماء، بس فتره الاحماء دي لازم تبقى بتمر بمرحلتين. اول حاجه هي الاطالات، اللي هي انا بنبه القماشه العضليه بتاعتي للمجهود. كل ما الاطاله دي بتكون كبيره كل ما اكني دي القدره المختزنه زي القوس والسهم، كل ما برجع بالقوس لورا قوي كل ما الشده بتاعته بتزيد. لما بهيئ الطول بتاع العضلات انا كده مبدئيا انا عملت تنبيه جيد جدا، وخليت القماشه تبقى مستعده للي هيحصل بعد كده من المجهود. بعد كده بنعمل التسخين ببعض التدريبات الحركيه اللي هي الديناميكيه اللي هي بتمشي الدم بشكل مش كبير طبعا، تقوم بتبتدي الالياف العضليه تاخد قدر من الدم فتبقى مهيئه للمجهود اللي انا هبتدي اشتغل عليه. كده انا ابتديت البدايه السليمه اللي مهما عملت التدريب انا بقيت مجهز ليه بشكل مناسب، بحيث ان انا لما اتمرن لا قدر الله يعني ما يحصليش اي اصابه. طيب اهمال ده يؤدي الى ايه؟ اهمال ده طبعا يمكن بالذات يظهر في الشتاء اكتر، لما بيكون الدم هربان اكتر من العضلات، فبيكون الموضوع ممكن جدا يحصل تمزقات خطيره جدا في العضلات. لان العضله مش هيوصل لها دم، وانا بجهدها وانا بديها اشارات عصبيه اكبر من قدرتها على التحمل، فيحصل لها تمزقات. في ناس بتعتمد مثلا ان هي بتبقى ساكنه جنب الجيم، بتبقى مسافه مشي مثلا ربع ساعه ولا حاجه، وتعتمد انها بتروح الجيم مشي، وبالتالي لما تدخل يقول لك لا خلاص انا عملت الاحماء بتاعي لان انا اوريدي جاي لكم مشي. هل ده حضرتك احماء من وضع مختلف، يعني ده يعني ما ينفعش ولا لا يقوم بدور بس غير كافي؟ دور اللي هو الاحماء اللي هو ان انا بمرر درجه من درجات الدم البسيطه ان انا اهيئ بيها العضلات بتاعتي، ولكن ده مش احماء مخصص. هو القلب بينتظم في ضرباته، بيبتدي يحصل توزيع للدم احسن، بيحصل دخول الاكسجين في الخلايا، فده الى حد ما بيكون مناسب للدور ده. لكن انا عايز العب دراع، طب وانا ماشي انا ما عملتش حاجه للدراع. انا عايز العب لازم اعمل تسخين لعضلات الظهر، ما عملتش حاجه تقريبا مباشره لعضلات الظهر. الموضوع مش هياخد اكتر من 3 أو 4 دقائق، فما تهملهمش عشان ال 3 4 دقائق دول ممكن يخلوك تتمرن ساعتين بشكل امن. الإحماء اليومي بيبقى بنفس الطريقة ولا ممكن يختلف من يوم ليوم على سبيل التنوع أو على سبيل الاستفادة أكتر؟ على سبيل العضلات. على سبيل العضلات. يعني الإحماء العام، الإطالات احنا بنعمل إطالات للجسم كله، لأن ما أقدرش إن أنا أقول إن أنا ههمل جزء علشان هلعب جزء تاني، لأن الجسم منظومة متكاملة في بعضيها. الحاجة التانية أنا لما باجي بقى هلعب مثلا أكتر مثلا زي الصدر النهاردة، يبقى لازم اعمل الاحماء بتاعي اكتر توجيه للصدر، لان ده اكتر كميه دم هتكون وافده على المنطقه دي، فلازم اكون بجهزه. فطبعا ده هيختلف، لو اليوم التاني هيكون ظهر يبقى هبقى عامل الاحماء بتاع الظهر اكتر وهكذا. طيب نبتدي بقى على طول بالتمارين اللي حضرتك محضرها لنا النهارده. فضل. ولو اول فيديو معانا جاهز يا جماعه. تمام، اتفضل يا كابتن. يعني هو التدريب اللي هو بيبقى نايم على البنش وبيعمل التمرين ده. طبعا هو الترتيب مش ماشي زي ما انا كنت حاطه على في البدايات، لكن ده كتمرين هو بالدمبلز بيعتمد على تقويه عضلات الصدر من الداخل. فده من ضمن التمارين الكويسه اللي لما يكون حد بيبقى يجي لنا سؤال انا عايز انمي صدري من الداخل، فده تمرين من التمرينات الموصي بيها جدا ان هو بيساعد على التدريب ده على العضلات في المكان ده. طيب ممكن بقى حضرتك تشرح لنا الترتيب نفسه، لانه النت معلش بطيء شويه في عمليه الترتيب دي. طبعا الاول بنيجي نشتغل على الميجر ماسل، العضله الكبيره. مش عايز حاجه سبيسيفيك، مش عايز حاجه مجزئه، مش عايز حاجه محدده، انا عايز اشتغل اكتر. فدايما بيبقى من الاكتر الحاجات اللي دايما نبتدي بيها تدريب البار. بس بطلع بالتدرج برضه، لان ده بيكون معظم عضله الصدر بتبقى مشتركه في الحركه دي.
مش عايز اعمل حاجه محدده، لان انا لما اكون بعمل حاجه محدده ده الشكل التكميلي بتاع العضله، لكن انا عايز البناء الاساسي على العضله ككل ببتدي بالشكل بالبار. فالبار بيبقى بالنسبه لي بتصاعد بيه في الوزن، بحط اكبر وزن فيه. الوضع نفسه بقى اللي انا برفع فيه البار بيبقى ازاي؟ في وضعين، هو 3 اوضاع، لكن مين في وضعين. وضع اللي هو المنحني، والوضع اللي ايه الفلات اللي هو المسطح. الوضعين دول هم الوضعين الاساسيين اللي انت لازم تبتدي بيهم. فدول الوضعين ممكن تبتدي بده او تبتدي بده، بس في النهايه يستحسن ويفضل انك تبتديهم بالبار، على اعتبار انك انت تبقى العضله بقت مهيئه وجالها كميه دم كويسه وتقدر فيها تحط الاوزان. برضو ده تمرين من التمرينات اللي ممكن بنوته تلعب عليه، لان ده كوره. هي الدمبلز دي اوزانها ايه؟ دي وزنها 4 كيلو. 4 كيلو الواحده صح؟ الواحده. اوكي. هو الصوره مش واضحه قوي، بس هو نايم على كوره اسمها سويس بول. الكوره ديت بتوزع الجسم، بيتوزع عليها بشكل، هي بتفصل نفسها على العمود الفقري والابعاد بتاعه الظهر، فالجسم بيبقى مستريح، بس في نفس الوقت انت اللي بتحقق التوازن. ما هو ده اللي انا كنت هقوله، ده عايز درجه خبره كمان معينه يعني. طبعا. يعني المبتدئين او ما بعد المبتدئين في البدايات في البدايات بالعكس، يعني احنا المبتدئ ده مجرد ما بيفك شفره الحركه من اول ما بيخش بيحقق التوازن في اي تمرين بيقدر يلعبه. وطبعا انت بتبقى سوبرفايز ليه عشان تامنه لو هو يعني ان كيس ان هو فقد التوازن ولا حاجه. بس دي ميزتها بقى انك انت الكور ماسل او العضلات المخفيه، العضلات اللي هي العميقه دي اللي احنا ما بنشوفهاش، علشان تكيب اب او تخلي البالانس بتاعك موجود بتبقى شغاله. فتلاقي عضلات البطن شغاله، وتلاقي عضلات الوسط شغاله، وتلاقي الرجلين شغاله، كله بيبقى شغال. طبعا ده مفيد ان اكبر قدر يشترك في الحركه، يبقى ده بيديني فايده كويسه جدا من الاستفاده. التمرين ده ممكن يمارس ازاي بشكل خاطئ وبالتالي يأثر ضررا عليه؟ يعني لو انا مثلا التموضع بتاع الظهر على الكوره لو في انزلاق لتحت قوي او لورا قوي، يبقى انت الجزء الملاصق للكوره وموزع عنه، موزع عليه جسمك مش مظبوط. ده طبعا هيعمل لود على حته ضيقه. فده طبعا من ضمن الحاجات، بجانب ان هو ممكن يفقدك التوازن بتاعك، ما يخليش التوازن بتاعك في حاله جيده. يعني ممكن يعمل مشكله في الظهر نفسه، ممكن يعمل مشكله في الظهر، بس هو اكتر ما هيعمل مشكله في الظهر هيخليك مش قادر تأدي الجدوى من التدريب. لا انا عايز اتمرن التمرين فلازم اكون ثابت مبدئيا. انا فقدت الاتزان بتاعي، هتمرنه ازاي؟ فالعضله اساسا مش هتستفاد، الى جانب ان هو طبعا ممكن يعرضنا لاصابه، ولكن احتماليتها اكتر ان انا ممكن افقد التوازن فاقع. جميل. طيب التمارين الثانيه الخاصه بالصدر برضه؟ طبعا لما بنيجي نشتغل بقى بنخش بعنصر الدمبلز. ليه الدمبلز؟ انا بشتغل بالدمبلز. الدمبلز بيبقى الرينج او المدى الحركي اكبر، وبرضه بيبقى كل دراع على حده، فده بيخلي الكور ماسلز بتاعت الجسم تشتغل اكتر. عشان كده ده بيتطلب مجهود مضاعف، لان بيوصل لمدى اكبر، فبالتالي بيغطي مناطق اكتر. بس طبعا المخاطره بتاعته انه لو ما يتأداش صح ان هو ممكن يبقى بيشتغل بشكل عنيف على المفصل. فلازم برضو يبقى المسكه من البدايه، التموضع على البنش، الحركه نفسها في اتجاهاتها، كل دي لو اتراعت هيبقى طبعا التأثير بتاعه جميل جدا ومؤثر تأثير هايل يعني. طيب الدمبلز بقى، علشان انا عندي سؤالين في موضوع الدمبلز. الاوزان بتاعه الدمبلز اكيد بتختلف من الولد للبنت وعلى حسب الغرض على حسب نفسه. القوه طبعا. والحاجه الثانيه انه الدمبلز باوزانها مع المبتدئين فتصاعديا الاوزان بتبقى مناسبه ازاي؟ المبتدئ هيبتدي بايه ويتصعد بايه؟ دايما المبتدئ عشان ما يتحيرش كتير، ابتدي بالوزن اللي تجيب فيه 12 تكرار. 12 تكرار يعني انت عندك القدره على التحكم في الريبيتيشنز او الترددات الحركيه لمده 12 مره. فده معناه انك انت الوزن ده يعتبر بالنسبه لك وزن خفيف، مش وزن صعب. يبقى مبدئيا اول مفتاح للموضوع انك تلعب بوزن اقل من قدرتك الحقيقيه. بالتالي لما هتيجي تأدي هتلاقي ان الموضوع الاستفاده من جدوى التمرين من ناحيه الزاويه الحركيه، من ناحيه المدى الحركي، من ناحيه التوازن، كل دوت هيتحقق لانك انت بتشتغل بشكل امن. بعد كده كل ما هتكتسب مهاره حركيه اكتر، قوه اكبر، هتحط وزن اكتر. طب انا هحط وزن اكتر ليه؟ لان بقت قدرتي اكبر
الاستيعابيه، فبقاش يكفيها. بالظبط زي كونتينر دوت كان الاول بياخد لتر، العضلات بقت اكبر، عايزه لترين، عايزه 3 وهكذا. عشان كده احنا بنخش احتياجاتها بتختلف على حسب مدى قوتها ومدى سعتها في الاساس. طيب ارجع تاني بقى للسؤال الاولاني عن الدمبلز والاختلافات في الاوزان ما بين الولد والبنت في استخدام الدمبلز. طبعا لو احنا بنتكلم على البنت اللي هي بتمارس الرياضه البسيطه، مش البنت اللي هي على قطاع البطوله. اوكي. طيب لازم اول حاجه الجريب نفسه، القدره اللي انا بعمل القبضه بتاعتي على الوزن، لازم اراعي ان القبضه بتاعت البنت ما هياش قبضه قويه. فلازم اختار وزن حتى لو قدراتها العضليه اكبر، لازم اراعي القدره على الانقباض عشان ما استفادش من الحركه بتاعه التدريب مثلا الصدر وبعدين يطلع مثلا في الم في الريست، في مشاكل في كف الايد. فلازم اول حاجه الراحه بتاعه القبضه تكون مهمه جدا في كل التدريبات. يعني انا بستخدم ايدي في كل التدريبات اللي هتشتغل معايا تحتاج ايدي، فلازم الانقباض بتاع القبضه يكون مريح جدا. الزاويه كمان، الزاويه مهمه جدا، بلاش الزوايا اللي هي زوايا معقده، اللي هي عايزه تكون فيها رينج كبير جدا بيبحث عنه بقى واحد عايز يعمل عضلات بشكل مكثف، فبيعمل زوايا اصعب علشان يستفاد ويغطي مناطق بعيده. لا، انت مش محتاج كده. بالنسبه للبنت محتاج ان انت تشتغل على العضلات الاساسيه. ده يمكن تكون الفروق الجوهريه بالنسبه للبنت والولد. في بنات تحديدا لما بيمسكوا الدمبلز بيحصل رعشه في ايديهم. تمام. في الجزء ده او تمام. حتى الجزء ده. الرعشه دي بتبقى دلاله على ايه؟ بتبقى زي ما قلت لحضرتك الانقباض، القدره الانقباضيه بتاعتها مالهاش علاقه بالاعصاب. هي الاعصاب، لو الاعصاب دي قدره، لو العصب دوت حصل له انهاك هيحصل له رعشه. حتى بطل برضه هتلاقيه بعد ما خلص ايده بترتعش بس بدرجات متفاوته. بس ليه؟ لانه حط وزن قد ايه. فالاشاره العصبيه اللي هي عايزه تبتدي تخلي اكبر قدر من العضلات واكبر قدر من الالياف العضليه تنقبض، بتبقى اجهدت اجهاد غير عادي، لان اشاره مبعوثه واشاره مستقبله، رايحه جايه رايحه جايه. فزي الكهرباء لو حصل تحميل زايد الكهرباء تقطع. طيب في الحاله دي لما هي تحس بالرعشه المفروض توقف التمرين ولا لا تكمل؟ لا، لو الرعشه في النهايات بيبقى دي حاجه طبيعيه. لو في البدايات واوزان خفيفه يبقى لازم تبتدي ترجع، لان ممكن جدا يكون عندها مشكله. بيقولوا ان ممكن يكون عندها مشكله في الكالسيوم، لان الكالسيوم هو الناقل للاشاره للعضلات. يعني مش الكالسيوم بس للعظم. وممكن يكون عندها مشكله في مجموعه الفيتامين بيز اللي هي بتساعد على ان الاشارات العصبيه تكون سليمه. دي لو الوزن خفيف وحد بيحصل له اهتزازات عنيفه، يعني يمسك حاجه كده وايده تهتز من وزن ما فيش تقريبا، يبقى دي بيشد انتباهنا ان ممكن تكون في بعض النقص للفيتامينز او للمينرالز او الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي لازم الواحد يتناولها علشان يبقى في وضعيه سليمه. بس مش موضوع مش صعب. طيب بقيت بقى التمارين لمنطقه الصدر اللي حضرتك محضرها لنا النهارده. برضو من ضمن التمارين، بس يعني هي ما تعرضتش. انا برضو مغطي الموضوع برضو بتمرين للبنت برضو ممكن تستخدم فيه الاستيك او التيوب. طب ايه ميزه الاستيك؟ تمارين الصدر تفرق مع البنت في ايه؟ طبعا يعني احنا عارفين هي بتفيد الشاب في ايه، لكن مع البنت هتفرق في ايه؟ تفرق معاها كتير جدا. سقوط الصدر، يبقى الصدر واقف وعضلاته قويه. لان خلي بالك احنا الصدر علشان عند الست بيبقى فيه الغده اللبنيه فبيبقى اكبر، فبيشدني لمركز الثقل بتاع الجاذبيه، فبيبتدي يعمل لي انحناء في الظهر. كل ما العضله دي تكون قويه كل ما الانحناء ده يقل والعضله تبقى اقوى. ده تمرين على الجهاز. دي من ضمن التمرينات السيف قوي جدا، ممكن تنفع الولد وتنفع البنت. وهنا بقى الفيصل الوزن. يعني يبقى الوزن مجرد وزن. هنا البنت تلعب وزن خفيف، الولد او الراجل او اللي عايز يلعب وزن تقيل ان شاء الله يلعب الستاك كله. يا يقدر يزقه يا ما يقدرش. هنا ميزه الماشين انها كورسد موشن، حركه موجهه. ما لا اروح يمين ولا بروح شمال، مفيش كور. هي بس قوه الوزن. فهنا بتبقى يعني ليها دور في معامل انها بشتغل على جزء محدد من العضله وفي نفس الوقت في اتجاه محدد، ما بعملش فيه، ما بحتاجش فيه مهاره حركيه عاليه.
وبرده بيبقى تصاعدي، يعني حتى تصاعدي معدل طبعاً. المقاومه بيبقى تصاعدي. على حسب قدره الجسم نفسه. تصاعدي حتى مهما إن كان الشخص اللي هيتمرن قوي جدا لازم يطلع بالتدرج. ليه؟ هي عمليه استدعاء. هي الياف عضليه، خلينا نقول انها 10 الياف. في البدايه هم بقوا 2 اللي بيشتغلوا، بستدعي 3، بستدعي 4، بستدعي لغايه ما اقدر اوصل لل10 دول. فهي تدرج، ما اقدرش استدعي ال10 على طول، ما اقدرش. طيب ندخل بقى على مرحله التهدئه او الاستشفاء بعد التمارين دي ما بتخلص. تمام. بعد ما بخلص التدريب بيحصل حاله من تجميع لنفايات في الجسم. هم نوعين، نوع اللي هو اللاكتيكس ونوع اللي هو الكيتونز. نوع نتيجه ان الجلايكوجين او الماده السكريه اللي هي تحولت بشكل معين الى حامض اللبنيك، فده بيتجمع في العضلات. والكيتونز ده الناتج برضو بتاع احتراق الدهون. دول بيعملوا الام مبرحه جدا. مجرد ان انا اعمل التهدئه فانا بعمل عمليه ووش اوت، بغسلها. فالتهدئه دي مهمه جدا علشان حاله الاستشفاء بتاعتي بعد التدريب تبقى في مده اقصر. اهمالها بيعرضني للتقلصات العضليه، للالام المبرحه، ان انا ابص الاقي نفسي بعد اتمرنت حاسس بحاجه مش مظبوط، مش حاسس بنفسي، مش حاسس بنفسي الطبيعي. لكن لما بعمل التهدئه انا بخش بسرعه في حاله الاستشفاء بتاعتي. وده بيحضرني لايه؟ لو انا حد بمارس رياضه بشكل طبيعي، ان التدريب ما يعمليش حاجز نفسي، فانا اول ما بتألم مش هلعب. الناس القويه واللي بتلعب برياضه على مستوى البطوله يبقى حاله الاستشفاء بتاعتها للتحضير للتدريب اللي بعده. طب في ناس بتعتمد على حمام التلج وبتقول انه ده كافي للتهدئه والاستشفاء، هل لا. ده بيبقى كافي ولا لا؟ لا. لازم التمارين بتاعه التهدئه لا، الحمام بقى والووتر باث والحاجات دي بعد خالص، انا خرجت من الجيم خالص. طيب هو ايه عبقريه التلج؟ التلج ده له عبقريه كبيره جدا، وهو يعني ليتلي او مؤخرا ابتدوا يتكلموا عنه. اول حاجه بعد ما بيحصل التدريب بعض الانسجه بيحصل لها تهتك، وما بتتهتك بتنزف. التلج بيوقف النزف ده. فبرضه مرحله الاستشفاء بتاعتي بتكون اسرع، فانا بعمل ريكفر للعضلات في وقت اقصر. هنا بقى ميزه التلج. جميل. بس التلج ما يتحطش على مناطق برضه زي الراس مثلا، ما يتحطش على العين، يتحط على المناطق اللي هي الميجور ماسلز، العضلات الكبيره. فده لو انا هعمل تلج يعني في ناس فعلا بتعمل الايس تاب دي بتخش فيها علشان البروزز والخبطات والصدمات، لما يكون بقى في حاجات فيها صدمات زي المصارعه وزي الباسكت والحاجات زي كده، فممكن التلج يبقى مفيد فيها. كابتن هيثم شرفتنا ونورتنا وسعداء بوجودك معنا. انا سعيد جدا. بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا كابتن هيثم سامي خبير اللياقه البدنيه والتاهيل البدني، وبشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لينا حلقه النهارده. هيتجدد اللقاء مع حضراتكم غدا وطاقم عمل جديد وبرنامجكم هي الرياضه.